بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا ام احمد وجايلكم النهارده كده بفيديو جديد ووصفه جديده. وبما اننا عملنا وصفات كتير بالشعريه، فانا هعمل معاكم النهارده برضه وصفه مختلفه بالشعريه برضه، ولكن سهله وبسيطه وبمكونات في البيت ومش مكلفه خالص. بس قبل ما نبدا في الفيديو كده، يا ريت لو اول مره تشاهديني بفضل الله يستأمر نحط اللايك، وكمان لو ما اشتركتيش اشتركي وفعل الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو بقى لاكبر عدد من الاخوات والاصحاب عشان الكل يستفيد. حبايب قلبي، يلا نسمي الله كده ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه. يلا بينا حبايب قلبي. اول حاجه كده بجيب حله على النار، بنزل فيها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي او الزبده او السمنه العاديه المتوفره عندك. بس بصراحه بالسمنه البلدي طعمها غير. طيب معايا هنا كمان ايه، كوبايه كده حلوه من الشعريه. هنزل عليها كده، هنزل بيها في السمنه، وهفضل اقلب بقى ايه في الشعريه كده لحد ما اخد اللون الذهبي الجميل بتاع الشعريه. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده، هنا بدأت كده ادخل في مرحله اللون اللي انا عايزاه. وخلاص كده وصلنا خالص للون اللي احنا عايزينه، ما تغمقيش عن كده وما تسيبهاش فاتحه تمام عشان ما تعجنش منك، لكن تاخد اللون ده مظبوط قوي وحلو قوي. هنزل عليها بقى كده بلتر ونص او كيلو ونص من اللبن او الحليب. تمام. وهقلب بقى كده بالتقليب المستمر لحد ما اللبن بتاعي يغلي. انا هنا كان عندي، كنت مطلعه كيلو الاول وبعدين حبيت ازود الكميه فطلعت النص، حتى تلاحظوا كده ان هو لسه مجمد. عادي مفيش مشكله خالص، كله هيفك مع النار. المهم قلبي كده لحد لما الشعريه بتاعتك تغلي، وعلى ما تبدا تغلي هنجهز بقى ايه، النشا بتاعتنا. هجيب كده بوله وانزل فيها بكوبايه من الميه، عليهم 6 معالق كبار كده هرميين من النشا ببودره الكاستر حسب ما المتوفر عندك. ولو وصلتي معايا لغايه هنا حبيبه قلبي ما تنسيش تحط اللايك، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبوصله لاكبر عدد من الاخوات والاصحاب والحبايب. وبعد ما نزلنا كده بالنشا بتاعتنا، نشا الذرة، هبدأ أقلب فيها كده لحد ما أدوبها خالص في المية زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهنروح فين نشوف بقى اللبن في الشعرية بتاعتنا كده عاملين ايه. بدأوا هنا يوصلوا لدرجة الغليان، هنقلب فيهم بقى وهنا كده غليوا. هقلب فيها، ما تمشيش بقى في الوقت ده، خليكي واقفة كده، احنا مش هنقف كتير، ده هما بالظبط كده من 7 ل8 دقايق بس. المهم وانا بقلب كده خلاص هنزل بقى بكمية السكر بتاعتنا، وكمية السكر حسب الرغبة زي ما انت عايزة. تمام. وهقلب كده شوية شوية لحد ما السكر بتاعي يدوب معايا خالص، عشان ما تسيبهوش في قاع الحلة كده ويتلسع منك او يتحرق منك. تمام. وبعد كده هننزل عليهم بنص معلقة من الفانيليا، وهنقلب برضو مع التقليب. ومع التقليب كده هقوم نازلة بقى بسائل النشا اللي انا عملته هنا، وقلبي قلبي قلبي. هنا بدأ القوام يتقل معايا، انا مش هسيبه وامشي، انا قلت لك هنقف مع التقليب المستمر عشان الحلو بتاعنا ما يشدش مننا ويتحرق مننا. وهفضل اقلب فيه زي ما انتم شايفين كده لحد ما يبدأ يغلي ويبقبق بقى زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ويبقى بالقوام الجميل اللي انتم شايفينه. وهرفعه بقى من على النار وهقلب كده، وهبدأ اجيب البولات بتاعتنا واصب. شايفين القوام؟ القوام جميل جدا وهو ده المطلوب يا جماعة معانا في الحلو النهاردة. احنا مش عايزين قوام تقيل قوي، احنا عايزين وسط كده حلو. هجيب بقى البولات بتاعتي طبعا الناشفه دي، اوعي تحط في بوله ازاز وتكون مبلوله على طول هتقوم مفرقعه منك. وهنصب كده الحلو بتاعنا زي ما انتم شايفين، مش عايزه اقول لك ريحته اصلا جميله جدا. والريحه نفسها واحنا بنقلب كده بنحمر السمنه في نحمر الشعريه في السمنه البلدي، مش عايزه اقول لك كانت ماليه البيت كده والجو جميل قوي. والكل كده قال لي انت بتعملي لنا ايه في المطبخ؟ شكلك بتعملي حاجه حلوه. المهم كده بنصب الايه الحلو بتاعنا. انا عملت معاكم قبل كده كذا وصفة بالشعرية، وهحط لكم الفيديو بتاعها في صندوق الوصف. بصوا الشعرية بنعمل منها وصفات كتير وحاجات حلوة كتير، مش مجرد بس ان احنا نحمرها ونحطها على الرز، لا، اعملي منها اكتر واحلى الوصفات. بصوا شايفين بقى بعد ما صبناها ده القوام. بصوا بقى بما اننا في الشتاء تمام وعايزين حاجة تدفينا، تيجي تاكلها كده، شايفين القوام بتاعها ما شاء الله زي الفل. وتاكلي كده، انا باخد حبه صغيره بحبه صغيره عشان سخنه جدا. فيك تاكلها كده سخنه هتدفيكي ما شاء الله. وفيكوا برضو تحطها في التلاجة لغايه لما تبرد وتتماسك، وتاكليها زي الرز بلبن كده، طعمها تحفه. وكمان هنا حبينا نكسر كده اللون ونزينها كده بشويه من الزبيب على شويه جوز الهند،
والسوداني، اي مكسرات عندك متوفره ما توقفيش نفسك على اي حاجه. وكمان فيك تعملي نص المقدار بس، المهم انك تعملي حاجه حلوه وسهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا له اللايك وتكتبوا له كومنت حلو محفز منكم حتى لو بحرف، عشان بيفرق معانا حبايب قلبي. واكتبي له كمان من اي بلد بتتابعوني. وده الفيديو بتاعي، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، ومع السلامه.